25 ناس لما نزلت كتير جدا، ابتدوا يطلعوا من كل حته. الامن بيقوم بدوره بالقمع على قد ما يقدر، بس ما قدرش بان هو يوقفهم عشان اعدادنا كانت كبيره قوي، كانت الناس كلها من كل حته. فشويه شويه لحد ما وصلنا ميدان التحرير. قعدنا في ميدان التحرير وقررنا ان احنا هنبات. كل الناس قلنا احنا هنبات النهارده بما ان كل الاعداد دي نزلت لحد ما المطالب بتاعتنا تتنفذ. الساعه 1:30 واحنا بقى خلاص بننام، طلع علينا قنابل بطريقه مهوله، قنابل 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 وطلقات رصاص مطاطي من كل حته، وعربيات ماشيه بتزحفنا. يعني انا واخده طلقتين في رجلي، في ناس اخدت طلقات في كل حته. ابتدينا نمشي نجري، طبعا احنا اعدادنا كبيره جدا، هنجري نروح فين؟ فبنحاول نجري من الشوارع. ابتدينا بقت تحصل زي يعني مسيرات مش احنا اللي كنا عاوزينها قوي، بس هو الامن ماشي بينا. فابتدينا نمشي جوه الشوارع وسط البلد من كتر حرقتنا. يعني الامن في اللحظه دي حاميكم ولا بيضرب؟ بيضرب بقسوه. اخد امر ان هو يضرب بقسوه، مع اننا كنا عمالين بنحضن الضباط وبنقول لهم انتوا اخواتنا وانتوا معانا، وبقينا بننظف الشوارع من الزباله مطرح ما احنا بناكل وكده. كنا وبنقدم لهم كمان اكل وشرب وعصاير على قد ما نقدر عشان هم سهرانين معانا. بس انا اسماء اسمحي لي، انا عايزه اقف عند حاجه. انتوا كنتوا واخدين تصريح بان انتوا تعملوا المسيره بتاعتكم ديت وتتجمعوا في ميدان التحرير، صح؟ لا ما خدتوش اذن؟ لا ما فيش تصريح. بس وزير الداخليه قال ان هم كانوا موافقين. الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده احنا جربنا قبل كده يوم 6 ابريل 2010 ان احنا نقدم اختار. هم من حق الداخليه ان هي تاخد اختار مش تصريح. ان احنا نازلين نتظاهر في اليوم الفلاني الساعه كذا. حصل ان هو رفض، والرفض دوت مش قانوني. الاختار عموما كان واضح للعيان على الفيسبوك وكان واضح لكل الناس، بس ما كانش فيه فكره البيات. هو كان اختار للناس اللي نزلت انها هتروح لكام ساعه وترجع، هنقول مسج وخلاص، وهنقول مسج ونرجع. فكره البيات دي بقى ما كانتش معلنه لمن شاركوا ولمن سمحوا. لمن سمح، وده لو الداخليه ما سمحتش. الداخليه كانت يوم 25 لو شفت الصبح الدنيا فاضيه تماما، كلهم مغبرين وضباط لابسين ملكي. اسمعيني هقول لك. طب اسمعيني طيب بس. لا في الشوارع الجانبيه مليانه مدرعات. انا اللي هقول لك الاول. مش انت منظمه جدا وبتحترم القانون؟ طبعا. وفي بيتك وفي حياتك بتحترم القانون. طيب مش بيقول لك انت نازله تلعبي مباراه كره قدم؟ اكيد. بتمسكاش الكره بايدك عشان تبقى ضرب جزاء. يعني مبدئيا انا يعني شوفي احنا في الاخر خالص فرحانين بيكم، الشباب النظيف النبيل اللي ألهم الناس دي كلها جدا. بس اذا كنا هنتكلم بجد، انا مثلا دلوقتي بالنسبه لي انا وهناء مفاجاه، لان وزير الداخليه قالوا ان انتوا واخدين تصريح. لا. عشان يحميكم. انت بتفاجئيني بتقول انتوا مش واخدين تصريح. الكلام ده ما كانش. يبقى احنا نمره واحد كسرنا معايير الدوله المحترمه اللي احنا بنطالب بيها. معايير الدوله المحترمه مش بتقول ان انا اخد تصريح. معايير الدوله المحترمه بتقول ان هو يبقى اختار. بس وزير الداخليه قال ان انتوا عملتوا ده. لا هو عمل ده علشان يقول ان هم حامينا، بس هو ما كانش حامينا في الاول. هو فضل يمنع بيحاول يمنع من كل جزء، يحاول يكسر. استخدموا القسوه المفرطه معاك. ده يوم 25، بس احنا عايزين نحكي باسرع شويه عشان نوصل ل 28. فالعنف المفرط اللي حصل يوم 25 خلى الناس تتظاهر اكتر. يوم 26 و27 وتمت الدعوه ان يوم الجمعه تبقى يوم جمعه غضب، هتطلع من كل الشوارع ميدان التحرير. نزلنا بكل الفئات المجتمع من اعلى فئه لاقل فئه، كل الناس خرجت، وكنا بننادي على كل الناس في البيوت انزل 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 خليك راجل. كنا بننادي. بس انت بنت، ما انت بنت وعملتي كل ده. لا الرجوله في الرجوله بمعنى المسؤوليه والمسؤوليه والشهامه. يعني انت عندك مسؤوليه ونخوه وكده. طبعا احسن من الرجاله. لا مش احسن من الرجاله، بس يعني كلمه راجل مش في النوع. مش كلمه راجل ليها اسس، ليها معايير. فلما نزلنا من اداره اعمال، فلما نزلنا باعداد كبيره جدا طبعا من كل ميدان التحرير بيحاوطوا كباري بتوصل لميدان التحرير. انا واحده من الناس كنت طالعه من مصطفى محمود لحد كوبري قصر النيل. عند كوبري قصر النيل فوجئنا مش بقى بعنف ولا بقسوه، ده كاننا في حرب ما بين اسرائيل وما بين مصر. اللي بيضربونا دول عمر ما اي حد يتخيل، وفي صور وضحت. واللي انا عايزه اوضحه ان الانترنت قطع عن مصر كمان ومش راجع لحد دلوقتي عشان الفضايح بتاعت الفيديوهات. كان في اولا حاجتين. اول حاجه القنابل اللي بالشديد قوي ورا بعض اكتر من 25 كسرت بيوت حوالينا وولعت فيها. المطافي ما كانتش عشان تطفيها الا بعد وقت متاخر جدا، مع اننا حاولنا بنعدي اي حاجه.
ناس كتير جدا اتصابت بعد ما استنفذوا اكبر قدر ممكن من القنابل. ابتدوا برصاص مطاطي على الناس، استنفذوا ده بقى رصاص حي، ومعاه حاجه اخطر بالمدرعات بتاعت الشرطه، بقوا بيدخلوا على الناس بيدهسوهم، مئات بتقع. لو شفت الفيديوهات دي وهتعرض قريب، الناس عماله بتقع بتموت تحت العربيه، بقينا بنشيل جثه بدمها بنحاول نمشيها. كل ده اللي استفز الناس، ده استفز الناس، بس فضلنا صابرين. طبعا احنا شايفين الجزء الثاني نار قايده من الميادين الثانيه، احنا شايفين من اللي انتوا مش عارفين ده جاي منين، من كل حته. مش نار دخان برضه يعني، في هنا قنابل هناك، اما في بقى مجموعات طلعت بقى بتعمل اعمال. كل ده ما كان احنا يعني كل ده كان لسه. فيعني احنا بعد كده بعد ما الاتصالات قامت فهمنا ان الناس التانية كانت الدنيا ماشيه ازاي. فضلنا لحد اخر نفس عمالين صابرين، حتى انا طلعت قدام الكوبري ورفعت ايدي تماما وتقدمت الناس قدام الشرطه اللي عمالين بيضربوا بينا. يا شرطه انا بنت مصريه وخاليه من السلاح، انا مش ضدكم، انا ليا طلب سلمي، انا جايه بمنتهى السلميه. ابتدوا يضربوا علينا نار تاني، لقيت الناس يعني شدوني، الحمد لله مش حاجه جت عليا بس جت على الناس اللي جت شدتني. الناس ابتدت تقع، فضلنا برضه صامدين وقاعدين، كل شويه مجموعه تحاول تدخل ويتضربوا. اول لما خلاص هم استنفذوا تقريبا كل القوه ولا ايه، بس احنا فجاه عرفنا ان الجيش نازل وفي حظر تجول، ابتدينا نهدى، لقينا الشرطه انسحبت. عقبال لما روحت البيت عرفت انه في بلطجيه متسرحين من السجون في كل حته. اللي انا عايزه اقوله من الاقسام اللي انا عايزه اقوله ان في ترتيب منطقي بيحصل، ده لازم يحصل فيه تساؤل. اعتقد ان انتوا اثرتوه قبل كده بس هقرره تاني. لما الشرطه تنسحب في وقت واحد، لما الاقسام كلها تتحرق في نفس الوقت، لما السجون كلها تتفتح في نفس الوقت، لما المساجين والبلطجيه بيطلعوا منظمين بنفس الطريقه بموتوسيكل بالاول وبعدين هم يرجعوا وراهم يضربوا نار كل منطقه لوحدها بنفس الطريقه في نفس الوقت، ده لازم. عايزه تقول ايه؟ عايزه توصلي اللي انا عايزه اقوله ان احنا بقالنا 30 سنه الناس خايفه تغير علشان النظام بيبعت لهم رساله اللي فات ده. هقول لك اللي هي في رساله النظام كان دايما بيبعتها لنا وهو حب ياكدها، ان هو لو النظام ده مشي هتعيشوا في خراب وبلطجه. البلطجه دي هم فتحوا السجون وادهم، على فكره في اكتر من شاهد عيان وممكن اجيبه لكم مباشر بعد كده، كانوا قدام السجون دي وشافوا الناس وهم بيفتحوا السجون، فتحت مره واحده ومدوهم بالسلاح. زي ما في شهود عيان بيقولوا كده يا اسماء، اسمحي لي برضو، انا شايفاكي بتتكلمي بشكل ليبرالي متحرر واحنا يعني سايبينك منطلقه. برضو في ناس تانية بتقول انهم شافوا عناصر معينه كانت منظمه جدا واستغلت الفتره اللي الامن فيها انهك في المظاهرات وبداوا هم ينظموا مخطط لحرق البلد. وما نخشاه انه كلما طال امد المسيرات في مجرمين في الشوارع، في متربصين لا قدر الله يعملوا شيء. فانا ما اعرفش انت نفسك لما شفتي البلد بتولع والدنيا بتولع كان احساسك ايه؟ انهيار. ندمتي على اللي انت عملتيه؟ لا ما ندمتش لسبب ان اللي حصل ده البلطجيه اللي كانوا بينزلوا في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب علشان يزوروها هم نفسهم اللي موجودين بيولعوا في البيوت وبيولعوا في الاقسام وهم اللي خرجوا الناس. طيب اسمع، ننقل على بكره من فضلك بقى. طيب انت مصريه، مش انت قلت انت بنت مصريه؟ انا مصريه وخايفه من بكره جدا. بتحب البلد دي وخايفه من بكره جدا. طبعا عايز اقول لك على حاجه، واحنا كلنا كمان خايفين على مصر بكره. تمام. خايفه من ايه تحديدا؟ بكره عشان الناس بس تبقى عارفه احنا خايفين من ايه. بكره المفروض ان في دعوه من المتظاهرين كلهم في كل المحافظات ان في مسيرات مليونيه علشان الطلبات اللي احنا بنطالبها بقالنا اسبوع ما اتحققتش. الحكومه الجديده المتظاهرين مش موافقين عليها، التصريحات كلها اللي اتاخدت. بس انت بتتكلمي باسمهم ليه؟ مش ممكن يبقى دول مجرد لمده اسمعيني بس يا اسماء، مش دي ممكن تبقى اسبوع ولا 10 ايام عشان ما يحصلش فراغ في الجهاز التنفيذي لحد ما ناخد نفسنا ونبدا نختار حكومه ثانيه؟ يعني انت هل معقوله اسمعيني بس يا اسماء، حكومه جديده ولا حكومه انتقاليه؟ ممكن تسمعيني؟ هل المسائل الانسانيه بزراير بندوس عليها بتتعمل، ولا المسائل الانسانيه حتى في علم النفس بتاخد وقت شويه؟ علم النفس في التخطيط الاستراتيجي يبقى اذا ما ينفعش ان انا اقول ان انا بعمل ده. لازم يحصل عمليه تبديل. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول للشيء كن فيكون. قلتي جمله التخطيط الاستراتيجي وقلتي من ضمن المطالب ان انت مش عاجبك انتخابات مجلس الشعب، وكتير قالوا الانتخابات دي مش عاجبانا والبرلمان يتحل. لكن قولي لي بقى، عندك قوانين واليات تقول لك حلي المجلس ده بكره الصبح وبعد بكره والبلد مولعه تقدري تعملي انتخابات جديده؟
مش هو ده اللي هيحصل، بس هقول لك ايه اللي هيحصل. خلينا بس يعني نمشي واحده واحده لا خلينا في ده يعني انا موافقه جدا ان البرلمان يتحل دلوقتي. احنا محتاجين، ما ينفعش عايزين نتكلم على بكره. لو احنا في شركه ماسكها رئيس مجلس اداره وده مش عاجبنا، ما ينفعش مره واحده نقول له اطلع بره الشركه ونقعد بقى ندور يا ترى مين هيمسكنا. كويس. ما ينفعش، الشركه هتقع. كويس. مش هو ده اللي احنا عاوزينه. كويس. فاحنا يعني المفروض ان احنا هنخطط ويحصل عمليه تبديل. فالحكومه الجديده اللي اتشكلت ممكن نعتبرها حكومه انتقاليه، بس مع انها حكومه انتقاليه فالناس في الشارع مش موافقين عليها، بس ممكن نعمل حاجه جديده. ممكن نعمل لجنه، يعني نشكل لجنه انقاذ وطني. ممكن تسمعيني؟ طيب ممكن تسمعيني؟ اكمل. لا اسمعيني معلش. انا بقول لك بس، هقول لك مكونات عشان انا مش عايز الناس اللي في الشارع الكلام ده يبقى. لو افترضنا ان الحكومه دي مثلا وزير الخارجيه مثلا هو عارف الملفات اللي بيعملها، وزير الاعلام مثلا في بعض شويه الحاجات هو بيعملها لحد تسليم وتسلم، يعني مساله مؤقته جدا. تمام. انما ما يبقوش دول موجودين واقول انا اشكل مجموعه تيجي تدير البلد، ما حدش عنده فكره يعمل ايه. ما هو ما ينفعش اشكل حكومه ودول، يعني ما ينفعش اولا امشي دول وبعد كده اشكل حكومه، لازم الاثنين. في حاجه اسمها عمليه سبستيتيوشن او عمليه تبديل. كانك بتصمم عماره قايله للسقوط وانت بتصممها. كويس. فانت لازم تعمل عمليه تبديل. فلازم يبقى في لجنه. يعني الاول احنا قابلنا الحكومه اللي موجوده اللي اتشكلت بشكل مؤقت وانتقالي. بشكل مؤقت وانتقالي بس بشكل مؤقت على شرط ان يبقى في لجنه بتتابع ده. كويس. بصي بقى من هنا لهنا. اللجنه دي بقى يا اسماء علشان بقى بجد تبقى لجنه حقيقيه لازم يكون فيها اطراف من المعارضه، ولغايه دلوقتي ما احناش عارفين مين بيتكلم باسم مين. يعني انتوا الشباب انا حاسه ان انتوا ليكوا قاعده معينه وليكوا مطالب، في شخصيات اعلى شويه، في احزاب، في وبالتالي اللجنه اللي انت بتقولي عليها دي عشان تكون واقعيه لازم المعارضه تكون اكثر درجه تنظيم وتحديد في شخصيات محدده، وليكن 10 15 20 حتى، ومنهم شباب منكم، بحيث انه نقدر نوصل للصياغه النهائيه. وده ما تصورش ان احنا ندوس عليه بزرار يتحقق. وافق على الكلام ده. نتفق على حاجه، ما هو معنى معارضه في جزئين. لا ما تتوهنيش، انا ما قلتش الباكج اللي هنا قالته ده على بعضه موافقه عليه ولا مش موافقه؟ منطقي ولا مش منطقي؟ لا ما فيش حاجه اسمها باكج على بعضها. طب هاخد دينا وخليكي معايا بقى. تمام. معايا اتصالات تليفونيه. دينا مساء الخير يا دينا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اتفضلي يا دينا. دلوقتي انا بس كنت عايزه اقول حاجه. اتفضلي. بجد اللي حصل يوم 25 احسن حاجه حصلت في مصر وتاريخها. مظبوط. الواحد ما كانش متخيل ابدا ان احنا في يوم من الايام ممكن نثور الثوره دي. كل واحد كان قاعد في بيته بيقول انا اتمنى ان الدنيا تتغير، صح، بس عمر ما حد حاول يغيرها. الشباب اللي نزلوا يوم 25 ادونا امل كلنا ان بكره هيكون احسن. كويس. الواحد حزين بس بسبب حاجه، ان احنا اول كان رد فعل الحكومه انها خطفتنا، قطعت عننا الانترنت، قطعت عننا التليفونات. عندك حق. مفيش حد بيعمل في شعبه كده. عندك حق. يعني حق. ودلوقتي قناه الجزيره ان مش طبيعي التعتيم اللي بيحصل ده. طب قولي لنا انت عايزه ايه يا دينا؟ شايفه ايه؟ عايزه ايه؟ قولي لنا انت كده عايزه ايه وشايفه ايه الايام اللي جايه؟ يعني كلنا عايزين نفس الحاجه، احنا خلاص زهقنا. يعني الواحد يعني اتفرض عليه حد 30 سنه. انا من يوم ما اتولدت وهو اللي ماسك. عندك كام سنه يا دينا؟ 32. عجوزه يعني. طيب رسالتك وصلت. بنشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. معانا مين؟ ياسمين محفوظ. ياسمين، استاذه ياسمين. اهلا يا ياسمين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا. قبل اي حاجه عندك كام سنه؟ انا عندي 26 سنه. اخر كلام. انا من المتظاهرات. لا والله 26. طيب صوتك باين عليه انك من المتظاهرات. وليا الشرف ان انا من الشباب اللي هم بيطالبوا بالتغيير. انا بس طلب واحد انا طالباه من الرئيس. احنا تظاهرنا، انت كنت عارف ان في ثوره هتقوم من 25 يناير، ليه ما اخدتش خطوه ايجابيه وقمت بالتغيير دوت قبل الثوره؟ كنا على الاقل هدينا شويه. ياسمين الرئيس. ايوه يا فندم. كملي يا حبيبتي. كملي اتفضلي. انا بكره طبعا انا مع الناس اللي طالعين بكره ان شاء الله رايحين الثوره اللي عند الرئيس. انا مش انزل النهارده. انا بس اللي فرحانه بيه قوي قوي التلاحم